السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وفي صحه جيده. وصفتنا لنهار اليوم حلوه جافه بنينه بزاف، طريقه عملها جد سهله وتخرج كميه كبيره، يعني مقاديرها بسيطه جدا. نروح نشوف مقادير الوصفه وطريقه تحضيرها. بالنسبة للمقادير كما راكم تشوفوا، جبت هنايا 250 غرام مارغرين تكون بدرجة حرارة المطبخ. زدت عليه كاس الا ربع تاع الزيت. الزيت راح تمد لها قرمشة تجي بزاف بنينة. زدت عليه كاس الا ربع تاع سكر ناعم، كاس الا ربع مايزينا، زوج حبات بيض كاملين كما راكم تشوفوا، ومغرفة تاع لافاني، ونزيد مغرفة معمرة مليح، مغرفة صغيرة معمرة مليح تاع الخميرة الكيميائية. نجيب هنايا باتول، مع الاول نخلط باليد باش ما يطايروش كامل المواد الجافه. ولا تحبوا تخدموا بالفوي، نضربها مليح مليح على ضربه، يعني انا نحب نحط كامل المواد على مره كما عودتكم. نضربهم كامل. اللي تحب تحطهم تدريجيا، يعني تحط اولا لا مارغرين مع السكر تخلطهم، ومن بعد تزيد كامل المكونات الاخرى. فوالا نخلط الخليط حتى يولي كريمي، يولي يعني الخليط يولي اللون ديالو ابيض كما عودتكم. لاباط صابلي لازم نضرب مليح باش تنجح الوصفه 100% بهذا القوام. وهنا نبدا نزيد الفرينه، نحط مع الاول كميه نخلط ونزيد تدريجيا حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه. دائما نعودكم كي نخدموا الحلويات الجافه لازم العجينه تاعكم تكون طريه، لازم ما تيبسوهاش. فوالا نبقى نحط الفرينه غير بشويه ونطم ونشوف. والعجينه اللي تحصلت عليها هاي لي كيفاش تكون طريه. فوالا جبت هنا جلجلان محمص، وجبت بياض بيضة باش نغمس الحبات تاع الحلوى ديالي. هاي لك العجينة كيفاش لازم تكون، تكون طرية بزاف. جبت هنا ميزان باش يجوا الحبات كيف كيف. راح نوزن وزن 30 غرام. فوالا نوزن كامل العجينة ديالي الى كريات متساويين. من بعد كي وزنتهم كامل نجيب هنايا كرايه، ندورها مليح بين يديا ونبسطها كما راكم تشوفوا، نضغط عليها باش تجي مبلاطيه شويه، يعني ما لازم تجي بومبي. من بعد ندهنها ببياض البيض كما راكم تشوفوا، نخلط مليح ببياض البيض بالفرشيطه. ندهنها كامل بالبنسو كما راكم تشوفوا. ونرمدها في الجلجلان بهذا الشكل، ولا تحبوا ترمدوها في الكاوكاو، لكم الاختيار، ولا في نواة كوكو راح تجي بزاف هايله. فوالا نزيد معكم قطع اخرى. فوالا نحطهم في سنيوه. من بعد كي نكملهم كامل ندخلهم للفرن يكون تشانتو مسبقا على درجه 180. نشعلها من تحت تتحمر شويه، ومن بعد نطفي نشعلها من الفوق باش تاخذ اللون يكون ذهبي، ونجبدها. انا نحطهم نكملوهم بنفس الطريقه. نطيبهم كما قلت لكم على درجه 180، ومن بعد نروح للمرحله الاخيره. فوالا هذا هو شكل الحلوى ديالي بعد ما طاب، يعني تحمر شويه من الفوق ومن التحت كما راكم تشوفوا، يعني طاب بلون واحد، لون ذهبي بزاف شباب. جبت هنايا مربى، حطيته في كسرونه، درت له شويه تاع الماء. اللي تحب تحط الماء الزهر، انا ما نحبش الماء الزهر في حلوه الصابلي، درت غير شويه تاع الماء. سخنتهم شويه باش يجي ليكيد. ونغمس الحلوى ديالي كما راكم تشوفوا، نحطها في المربى من بعد نحيها، ما نخلوهاش تشرب بزاف. راح تجي الحلوى ديالكم بزاف 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 خفيفه. جربوها بهذه الطريقه وردوا لي بالاخبار. فوالا
يعني ما نحطوهاش كامل، نحط غير بوحدة. راح نكمل كامل الكمية بنفس الطريقة ونتلاقاو في طبق التقديم. الحلوة تاعي راهي جاهزة بعد ما كملتها. شربتها كامل في المربى، قسمتها معاكم. شوفوا القوام ديالها كيفاش راهو للداخل، يعني جا خفيف وهشيش، ما تامنوش، يعني بنينه روعه. نتمنى عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم، ما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء. نتلاقاو في فيديو جديد عن قريب. مع السلامه.